وقت ما تبدأ تستخدم المترك دي في تحليلك للإعلانات الخاصة بميتا أو بأي بلاتفورم تانية، صدقني كده أنت اتنقلت الليفل الأدفانسد وتقريبا كده بقيت سينيور في مجالك. تابع الفيديو عشان تعرف إيه الميزة دي وإزاي تستخدمها في تحليل إعلاناتك وإنك تجيب رؤاز عالي. هنفترض مثلا إن إحنا فتحنا الأدز مانجر ده، هتيجي فوق هنا عند حاجة اسمها بريك داون. البريك داون دي بتخليك تحلل إعلاناتك عن طريق مثلا البلدان، عن طريق السن، عن طريق البليسمنت او المواضع او كده. تمام كده. في حاجات تانية طبعا ممكن ما تحتاجلهاش دلوقتي، وليكن مثلا انا هاجي احلل اعلاناتي البرشيز او اعلانات الويب سايت كونفرجن، واجي اشوف مين مثلا اكتر بليسمنت جاب لي رؤاز او جاب لي عائد قوي على الاعلانات. طبعا اخترت البليسمنت من البريك داون هنا، وهاجي بقى هنا هتلاقي كل شيء ظاهر معاك. هنا هنا الكامبين نيم، تمام كده، اسم الكامبين. ودي مثلا اول كامبين اهي، دي الكامبين دي اكتف معايا. مثلا جبنا منها 87 برشيز او 87 مبيعه. طبعا الاكونت ده في السوق السعودي عشان بس ما تتخضوش من الارقام. عندنا مثلا، او جاب لك بقى مثلا عن طريق البليسمنت ده، يعني هو جاب 2 برشيز عن طريق البليسمنت اللي هو اودينس نتورك. لو جيت في الجنب طبعا هتقدر تشوف برضو الرؤاز وكده. لو جينا في الجنب هنا هتلاقي الرؤاز ظهر معاك بالشكل ده. فالاودينس نتورك مثلا جاب لنا رؤاز 6 ونص يعتبر. ده جاب لنا كذا، ده جاب لنا 147 رؤاز. طب ده ايه؟ نروح مثلا جايين هنا هتلاقي البليسمنت ده فيسبوك نوتيفيكيشنز، تمام كده. طبعا في السعوديه الانستجرام بيشتغل معانا بشكل كبير، وهكذا بقى تقدر مثلا تشوف مين الحاجات اللي جايبه رؤاز اعلى. طبعا ده بينطبق على اي كامبين حضرتك عاملها سواء مسجز او اي حاجه. ده جايب لنا مثلا البليسمنت ده جايب لنا رؤاس 9 عايد على الاعلانات 9. لو جينا هنا هنلاقي ان البليسمنت ده هو الانستجرام اكسبلور، تمام كده. وطبعا بناء على الحاجات دي كلها تقدر تاخد قرارات معينه، وهو انك تشغل الكامبين بتاعتك في بليسمنت محدده بحيث ما تهدرش البادجت بتاعتك وتوصل لاعلى رؤاز ان شاء الله. بس كده، لو عندكم اي استفسار ابعتولي، وبس كده خلصنا.